ارتباط، وبدأنا نبتكر حاجات جديدة في المجال ده بالذات. إمم. بس برضه يعني أنا شايفة إن الشركة كمية الريفيوهات اللي نازلة عليها، ولمّا عملنا search على حضرتك والشركة، لقينا إن ناس كتيرة جدًا بتتكلم إن الشركة ليها مميزات عن أي شركة تانية، فإيه اللي بيميزك عن غيرك؟ طبعا علشان احنا اول ما بدأنا يعني في حوار التشطيبات او في مجال التشطيبات عموما، المشكله دايما اللي دايما في بالذات هنا في مصر. إمم. يعني السؤال البديهي دايما بيقول البيت المريح هو البيت الكبير اللي فيه مساحه كبيره جدا، او البيت الصغير اللي مثلا الزونات فيه مثلا الصغيره وكده. لو جينا نبص في الدول الاوروبيه بره او في خارج مصر عموما، بنلاقي البيوت هناك لها رونق مختلف عن البيوت اللي هنا في مصر مثلا، او الوحدات اللي في مصر او الشقق اللي في مصر. لو دخلنا اي بيت، لو بنتفرج مثلا على افلام هوليوود، إمم. بنلاقي البيت هناك او البيوت هناك فيها راحه عن اللي موجوده هنا في مصر. إمم. فبدانا نشوف الفرق ما بين هنا وهناك ايه. إمم. فبدانا نبدا اللي احنا نعمل مثلا ديزاين بشكل مختلف، إمم. مش بشكل تقليدي زي ما الشركات مثلا التانية بتعمل. بتعملها، بالظبط. لازم يكون في لمسة كده لحضرتك مميزة. اكيد طبعا، آه. اكيد طبعا. يعني إمم. احنا ما إمم. نيجي نروح لعميل مثلا نعمل له شقه، مش مجرد اللي احنا بنعمل ديزاين واللي احنا بنيجي في الاخر مجرد ديزاين تقليدي وبنبدا نصممه وبنبدا نشطب. لا، احنا قبل ما بنعمل الديزاين بنقعد المفروض مع العميل، بندرس شخصيه العميل ديت ازاي، الكاركتر بتاعه ماشي ازاي. بنبدا بعد كده نعمل رسومات للبيت. بعد ما بنعمل الرسومات بنبدأ نعمل مثلا نشوف كل الديتيلز او كل التفاصيل الخاصة بالعميل ده، بيتحرك ازاي، اسرته ازاي. مش مجرد اللي احنا مثلا نعمل ديزاين، يعني بنحب اللي احنا نعمل حاجة مختلفة. إمم. حتى اتجهنا الفترة الأخيرة ديت لحاجة اسمها السمارت هوم، أكيد حضرتك سمعت عنها. أكيد. تمام. السمارت هوم ده اللي حضرتك وانت قاعده مكانك ممكن تتحكمي في الشقه إمم. او في الوحده بتاعتك، وانت قاعده ممكن تشغلي التلفزيون، ممكن لو في إحنا كنا بنسيب ساعات، ممكن نسيب التلفزيون أو نسيب النور والع أو أي حاجة بنسيبها وكانت الحاجة بتبوظ وكده، لا لأ لا دلوقتي لأ. الوقت لا طبعا. الوقت طبعا عن طريق ابلكيشن على الموبايل ممكن اقدر يعني اقدر ادخل على الشقه بتاعتي، اقفل التلفزيون. لو انا سايب حنفيه في البيت شغاله ممكن إمم. اقفلها. إمم. سايب لو في لا قدر الله حريق في البيت او في تسريب غاز او في اي حاجه، الدفايات. بقدر عن طريق الابلكيشن ان ادخل اقفل الحدث ده او اي حاجه بتحصل في البيت. إمم. يعني بقدر اعمل تحكم كامل للبيت وانا قاعد مكاني، سواء انا موجود في مصر او بره مصر. إمم. يعني سواء انا موجود في مصر او بره مصر بقدر ان انا اعمل تحكم كامل للبيت. يعني ايه، بكل العناصر اللي فيه، بكل الماتيريال اللي فيه، بكل حاجه بقدر هو اتحكم فيه. عامةً الموضوع بتاع التشطيب والديكور ده كل يوم فيه جديد. طبعا طبعا يعني طبعا. ما بيبقاش ماشيين على ستايل معين. طبعا لازم لأ. نواكب التكنولوجيا اللي بتنزل. يعني احنا ما بنشتغلش مثلا بشكل تقليدي زي ما بقول لحضرتك. احنا إمم. بنشوف التكنولوجيا وصلت لحد فين في الدول الاوروبيه بره، وبنبدا نواكب التكنولوجيا دي وبننزل كل جديد اول باول. إمم. إيه أخطر مرحلة في التشطيب من وجهة نظرك؟ طبعا اخطر مرحله في التشطيب اللي بتقابلنا دايما اللي هي مرحله التاسيس. يعني في اللي هو المثلث اللي فيه مشاكل دايما، إمم. مثلث الحركه اللي فيه مشاكل دايما، اللي هو مشاكل التاسيس، اللي هو الاعمال الصحيه، الاعمال الكهربائيه. ممكن ندخل برضو بند المحاره، عشان إمم. بند المحاره لو في مشاكل بعد كده بتظهر في النقاشه، بتظهر يعني بتظهر في السيراميك. طبعًا. الثلاث اشياء دولت هم اصعب 3 مراحل في التشطيب عموما. تمام. أستأذنك بس معانا مداخلة تليفونية. ألو. اتفضل. الو. أستاذ أمير. اهلا بيكي. أهلا بيك يا فندم، نورت أسرار الحياة. ربنا يخليكي. انا متشرف ان انا اكون معاكم النهارده. انا اول مره اعمل مداخله، بس انا عملت مداخله عشان مهتم جدا بالشركه واهتمامي مع باشمهندس سعيد. وانا هتكلم عن تجربتي. يعني انا الباشمهندس عايز زي ما هو اتكلم كده ان هو لما بيجي يشوف شغل او يشوف عميل بيشوف الكاركتر بتاع العميل وشخصيته عامله ازاي، وبيعمل له حاجه بقى مناسبه ليه وحاجه مناسبه للاداء بتاعه او شخصيته. ان كانت حاجه مودرن، كلاسيك، نيو كلاسيك، حاجه فرعوني، التراث اللي هو يحبه. وكمان بيدور على راحه العميل زي ما هو اتكلم كده. انا خدمه بعد البيع، ان هو برده لو في حاجه بعد مع العميل فيما بعد بيتواصل معاه ويشوف له الحاجه اللي هو محتاجها. وكمان الباشمهندس عميل لما اتعاملت معاه لقيته ان هو عنده ذوق عالي جدا في شغله، وبيحب ان هو يبقى الوحده بتاعتك او مكانك في راحه نفسيه في الالوان، في راحه نفسيه في مساحه المكان،
فهو ما شاء الله عليه يعني حاجه كويسه، وهو راجل متميز، ربنا يعني يوفقه ويديله الصحه وربنا يخليه يعني، وملتزم أشكر. بالمواعيد. اكيد شكرا، طبعا، اشكرك اكيد يا أستاذ أمير. اشكرك يا استاذ امير، اشكرك. ربنا يخليك، شكرا. من الحاجات الحلوه اللي هي بتصادفنا ان العميل يتصل وبيشكر في المدير او بيشكر في اصحاب الشغل اللي عملوه له. اكيد بعكس اكيد طبعا ناس كتيره في المجال ده، زي ما قلت في البدايه بتعتبرها سبوبه. اكيد اكيد. اخد من حضرتك المبلغ وامشي ماليش دعوه بيه. بالظبط. هو الاستاذ امير يعني بمناسبه الاتصال، يعني انا شكرا لكلامه الجميل ده جدا. نفس السؤال اللي حضرتك سالتيه برضو، اللي هو المشاكل اللي بتقابلني دايما في الشغل، كانت برضو عند الاستاذ امير تقريبا في برضو موضوع الاعمال الصحيه وفي الكهرباء برضو. كان هو اصلا شطب شقته وخلصها، ورجعنا بعد كده اتصل بيا، كان في عنده مشاكل برضو في الثلاث بنود دولت، فرجعنا تاني عدلنا. فالحاجه اللي ما بتعملش صح من الاول بترجع التكلفه بتاعتها بتزيد في الاخر. امم. يعني التكلفه بتاعتها بتزيد اه برضو. طبعا. طبعا. فانا يعني بقول لكل المشاهدين بالذات بند التشطيبات او بند الديكورات، الحاجه لو ما تعملش صح في الاول تمام هتتعبوا في الاخر. يعني فكل حاجه يعني لازم تتعمل في الاول بطريقه صح جدا او بطريقه هندسيه. لا، وخصوصا كمان ان لو الحاجات دي تبقى جوه الحيطان اكيد طبعا. بتبقى اكيد مشكله طبعا. جامده. يعني لو مثلا لو دهان، لو حاجه بتبقى بره دي بتقدر سهله اعالجها. سهله اللي احنا نقدر اه. نعالجها. لكن للاسف ال- الحاجه بقى اللي جوه. الحاجه المدفونه دي هي اه. دي اخطر حاجه طبعا بتقابلنا. يعني لو عندي مشكله في بند الصحي، طبعا هضطر ان انا اكسر سيراميك، هضطر ان انا اكسر محاره، هضطر ان انا يعني هبوظ الشغل اللي انا عملته كله. امم. تمام. فعشان نتلافى الشغل ده كله، فاحنا بنعمل رسومات، بنعمل بكل حاجه، يعني بنعرف الاماكن المحدده فين، بنعمل اختبارات لكل حاجه قبل ما نقفل عليها. امم. يعني ودي برضو الحاجات اللي بتخلينا متميزين كمهندسين في شغلنا، اللي احنا مثلا ما بنخلص بند الصحي طبعا لازم نعمل اختبارات للمواسير. امم. بعمل اختبارات للفريون، للتكييف. الحاجات دي هي اللي بتخلينا يعني ايه كهندسه عموما بتخلينا متميزين، اللي احنا نعمل حاجه صح من الاول، ما نعملش الحاجه غلط ونرجع ايه نلجأ لها تاني ونعدل ونكسر. دي مشكلة صعبة جدا بتواجه ناس كتيرة، خصوصا أنواع يعني الخراطيم، السلوك، طبعا الحاجات طبعا دي طبعا. أصلا. تقريبا يعني عامة معظم المصريين يقول لك احنا نجيب ايه، ما هو نفس الخرطوم هنا، نفس السلك هنا، لكن ما يعرفوش أصلا إن ده أنواع. لا طبعا. يعني هو المفروض إن احنا ما نسترخصش في الموضوع ده. دايما بنقول للعميل، يعني بالذات اللي هو بنود التأسيس او في التأسيس عموما، اللي هو ما يسترخص. مم. يعني سواء انت هتشطب مثلا ليفل عالي مثلا او الكوست بتاعتك منخفضه، هو بنود التأسيس التكلفه بتاعتها ثابته، لازم تجيب انضف حاجه فيها، سواء سباكه سواء كهرباء سواء محاره. الحاجات دي بالذات لازم يجيب انضف حاجه فيها. وطبعا في حاجات كتيره طبعا الوقت في السوق ممكن نلاقي ايه، بالذات الاسلاك، في حاجات مضروبه كتيره جدا بترجع بعد كده للعميل، يعمل له مشاكل، يحصل لا قدر الله حريق في البيت. تمام. فالحاجات دي برضو لازم يكون معاه حد فني او حد متخصص في المجال ده، يكون فاهم يعرفه الصح فين والغلط فين. طبعا احنا معانا الصور موجودة هي على الشاشة، يا ريت حضرتك تعقب لنا عليها. دي حضرتك ريسبشن. الحاجات دي كلها حضرتك انت قمت بتنفيذها؟ طبعا. طبعا. ومعايا فريق عمل كامل، معايا مهندسين. ده من ده ديزاين المهندسة فاطمة. ده برضو ريسبشن، شقة برضو لسه عاملينها من فترة في التجمع. تمام. من الحاجات اللي انا شايفة ان فيها تنسيق في الالوان وتنسيق في الديكور، يعني مش اي حاجة تتعمل في مكانه خلاص. لا طبعا. احنا بنختار طبعا باليت الوان معين. يعني كل حيز فراغ او كل زون بنبدأ نشتغل عليه بيبقى فيه تناسق في الالوان. يعني تناسق في الالوان بنمشي بقاعده مثلا معينه. حضرتك لو كان في هنا كان في بس معانا الكنترول يعرض لنا بس في الوان عليها درجات معينه، عشان عايزين بس نعرف الدرجات دي. هيعرضوها. كان في برضو من ضمن الحاجات اللي شفناها في شغل حضرتك صور مكتوب عليها درجات. يعني احنا برضو ده حضرتك اللي هي القاعده اللي هي 60 30 10. يعني لما بنيجي نعمل لكل حيز فراغ بنعمل له باليت الوان معين، وليكن مثلا نشتغل الصور اهي. بالظبط. قاعده اللي هي 60 30 10.
يعني كل حيز فراغ بنحط فيه معدل 3 الوان او 4 الوان بالكتير. يعني ال60 يعني بيكون لون بيسك، وليكن مثلا اوف وايت او مم. جراي او دي قاعدة ثابتة يعني. دي قاعده ثابته بنمشي مم. فيها، تلاقي حضرتك ماشيه في كل الديزاينات بتاعتنا سواء مم. كلاسيك او مودرن او بوهيمن. مم. بنمشي اللون الاساسي كله مثلا على الحوائط 60%، مم. ونبدا ندخل اللون اللي هو 30% وليكن مثلا في الكنب، في لون معين في الديكورات في الاكسسوارات مم. اللي سي موجوده. يعني ايه اه لازمتها الالوان دي؟ يعني برضو فهمني اكتر. ما هو علشان ما شتتش العميل، يعني حضرتك جايه مثلا تستريحي في مكان او تقعدي في مكان، مش عايزه اشتت العميل اللي هو في زوم معينه فيها كذا لاينز كتير فيها الوان كتير. مم. فهو احنا بنلتزم بقاعده، يعني بقاعده الوان معينه اللي انا مم. ما اعملش زحمه في المكان. مم. يعني مش عايز اعمل زحمه في المكان، عايز الالوان مثلا اللي انا اشتغل بيها تكون كلها نفس الدرجه. فاحنا بنمشيها قاعده مثلا 60% دي بتمشي على كل اه. الحوائط. مم. بندخل لون 30%، تمام، بندخله مثلا في الكنب، بندخله في السفره، بندخله في ترابيزه، بيعمل بندخله راحة نفسية بالظبط، للعميل. اه. وبندخل 10% الباقيه مثلا ممكن بس في برضو من ضمن في خدوديات. الفيديوهات اللي جات لنا برضو تمام. المكان ده لسه ما كانش تقريبا لسه اتشطب. اه حضرتك الشقه دي اللي هو اللي هي ظهرت بعد كده، كان الديزاين بتاعها معمول اه. من اه. فتره. اه مم. انتوا بتاخدوا الشقة على الطوب الاحمر صح كده؟ اكيد في شقق بتجيلنا على الطوب الاحمر، في مم. شقق بتجيلنا محاره، وفي شقق بتجيلنا متشطبه وعايزين يعدلوا التشطيب بتاعها، ودي مم. يعني بيبقى الاصعب. هي مم. حضرتك الديزاين ده، دي الشقه اللي حضرتك شايفاها من شويه. اه نفس بعد ما اتشطبت. اه لا مم. لسه، هي دي لسه في مرحله التشطيب، مم. لسه مرحله الفينش ومرحله الديكور. مم. تمام. طيب استاذن حضرتك معانا مداخلة. اتفضلي. الو. الو. استاذة نور اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، مساء الخير. نورتيني. اهلا بحضرتك يا استاذه عين. اهلا بحضرتك يا باشمهندس سعيد. اهلا بحضرتك يا استاذه نور. عايزاكي بقى تحكي لنا يا نور عن تجربتك مع الباشمهندس. اي والله انا من حوالي 4 شهور كده كان بابا كان عايز يشطب الفيلا علشان ننقل فيها وكده، وعن طريق السوشيال ميديا كلمت الباشمهندس سعيد وتواصلت معاه وحددنا ميعاد للمعاينه. بصراحه انا سعيده جدا لاني اتعاملت معاهم انهم بيهتموا جدا بالتفاصيل وملتزمين جدا بمواعيدهم. اليوم مصداقيه عامه يعني. ايوه طبعا هم ملتزمين جدا بمواعيدهم وبيهتموا جدا بادق التفاصيل. كان عجبك الشغل يا نور والديكوريشن اللي هو عملوه في المكان؟ كل حاجه كانت بدراسه جوده عاليه جدا، وبصراحه انا استلمت الفيلا من حوالي شهر كده. الشغل كان تحفه قوي يعني. تمام يا نور. اشكرك يا استاذه نور، اشكرك. من الصعب اللي بقولها على طول اللي انت تخلي عميل يتصل ويتكلم ويشكر في الشغل. لو انا فعلا الشغل مش عاجبني عمري ما هكلم الاستاذ ولا اشكر في شغله. اكيد الاستاذه نور اللي كان عندهم فيلا بصراحه، يعني من الشغل اللي احنا مبسوطين جدا اللي احنا عملناه، لاننا تعبنا فيها. يعني الحاجه اللي احنا بنتعب فيها وبنعمل فيها مجهود كبير، اكيد بنحس بعد كده بسعاده اللي احنا قدرنا ان احنا نعمل حاجه صح. تمام. الفيلا دي بالذات يعني لها شغل يعني متميز عندنا بالذات في شركه بروفيشنال، لاننا كل جزء في الوحده عندهم او في الفيلا عندهم ملوش مثيل تاني. يعني ملوش، يعني كل حاجه مصنعه خصيصا ليهم. يعني مثلا الفurniture بلان اللي كان معمول في الفيلا كله مش موجود في اي مكان تاني. يعني احنا عملنا الديزاين ما ارتبطناش باي حاجه. يعني لما بنيجي نعمل ديزاين لو حطيت تابلو مثلا، بشوف التابلو ده هعرف اجيبه منين، يعني بشوف هو موجود فين في السوق او كده. دلوقتي طبعا كل حاجه بقت سهله، يعني ما فيش حاجه صعبه اللي انا اقدر اصنعها. احنا معانا فريق مثلا، معانا عاملين تعاقدات مع شركات كتير، عاملين تعاقدات مع مهن حرفيه بسيطه، اللي احنا مثلا تابلو عملناه بديزاين معين هنقدر ننفذه. فالفيلا كل حاجه فيها، لو تابلو، لو فيها سفره، لو فيها حتى السبوتات الاضاءه مش موجوده في السوق. يعني انتوا اللي عاملينها؟ احنا اللي عاملينها، كل حاجه فيها معموله. هو كان طلبهم كده، اللي هم عايزين حاجه مختلفه مش موجوده بره. فحتى الديزاين هم اللي عاملينه. يعني الديزاين مش احنا اللي مش شركه بروفيشنال او فريق بروفيشنال هو اللي عامله، لا هم اللي عملوا الديزاين وقالوا احنا عايزين ننفذ الديزاين ده بالظبط.
فطبعا بيقابلنا مشاكل في الديزاين اللي فيه حاجات مش معتاده. مش موجوده اصلا في آه. السوق، يعني حاجات مش موجوده في السوق، فبنضطر ان احنا نصنعها علشان في الاخر نوصل لرضا العميل، اللي هو يقول الحاجه دي يعني زي ما هي في الصوره بالظبط عملناها على الطبيعه. فخدت وقت مننا وخدت وقت ومجهود كبير جدا مننا ومن الفريق اللي في الشركه، يعني حتى خدت فتره احنا قلنا لهم الفيلا دي هتستلم بعد 6 شهور، الحمد لله قدرنا نستلمها بعد 7 شهور، وهم لسه مستلمها تقريبا من حوالي شهر. والحمد لله يعني رضا العميل ده يعني لوحده يكفي، يعني اللي هم يعني جم في الاخر شكروا الشركه كلها ومبسوطين جدا ورشحونا كتير لعملاء برضه، يعني الحمد لله. معنا مداخله تليفونيه تاني. الو الو، استاذ محمود، اهلا وسهلا بيك، نورتنا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه هند، منوره الدنيا دايما. ربنا يخليك يا استاذ محمود، باشمهندس سعيد. ده شرف لينا ان أيوة، حضرتك حضرتك. تتصل اهلا بينا. بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك يا باشمهندس سعيد؟ ازي حضرتك يا استاذ محمود؟ عايزين بقى تحكي لنا هو أنا تجربتك بس- معاه. بالظبط، انا حابب احكي تجربتي. انا عايش في الامارات وعندي شقتي في مدينه نصر. ليا صديق رشح الباشمهندس سعيد وشركته، هم فعلا شركه محترمه جدا، ويعني اكتر حاجه عجباني بصراحه ان هم التزموا بالجدول الزمني في الوقت اللي هم حددوه. تاني حاجه، انا لما شفت الصور بصراحه ما كنتش مصدق، علشان انا عارف يعني شركات التشطيبات كلها ما بتلتزمش بالميعاد والجوده. طبعا. فنزلت مصر وشفت الصور بنفسي يعني. انا انصح كل اصدقائي طبعا في مصر وهنا في الامارات، انا رشحت له ناس كتير يعني. هو شخصيه محترمه وبيلتزم بصراحه بمواعيده وجوده الشغل. اكيد طبعا، اكيد هو من الناس الطموحه جدا المجتهده. ان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله. إن تبقى شاء من الله أكبر يا فندم. الشركات ان شاء الله عندنا وفي الوطن العربي. ان شاء الله يا فندم. اشكرك على المداخلات حضرتك. طبعا انا من ضمن الكلام اللي قاله استاذ محمود، ان هو اداك المفتاح وقال لك شطب انت واعمل كل حاجه. بالظبط فطب دي مجازفه، يعني انا ما بالظبط. اعرفش الشخص اللي جاي لي ده هيعمل ايه في الشقه بتاعتي، كون بالظبط. ان انا اديه المفتاح ده، دي ثقه كبيره جدا. اكيد اكيد، ما هي دي برضو الحاجات برضو او المشاكل برضو اللي هي بتدينا خوف شويه، اللي احنا نشتغل على درايه مننا احنا. يعني العميل في عملاء كل فتره بيجوا يبصوا على الشغل بتاعهم، يشوفوا لا يقول لي لا غير لي الحائط ده، لا غير لي اللون ده، وبنبدا نتكلم مع بعض اقول له ايه الافضل وكده. المشكله العميل لو مش موجود فبنشتغل بمجازفه كبيره جدا، اللي احنا لازما يعني نعمل افضل حاجه بافضل جوده علشان في الاخر تطلع بصوره كويسه. يعني طبعا دي ثقه كبيره ان العميل يسلمك الشقه، وحضرتك برضو كنت بتصور له الشغل. اكيد اكيد يعني أكيد. لا كل ما هو بتعمل الاستاذ حاجه. محمود كان رافض الصور توصل له خالص، قال انا عايز اشوفها في الاخر، يعني قال انا معتمد عليكم وعايز اشوف الشغل في الاخر هيطلع بصوره عامله ازاي. طبعا دي يعني دي ثقه كبيره طبعا أكيد من العملاء أكيد لحضرتك. اكيد. عايزه برضو اعرف من ضمن الحاجات اللي بتواجهها في شركات التشطيب والديكور، او المشاكل اللي واجهتك بوجه عام. والله المشاكل اللي واجهتنا كبروفيشنال اللي هو سرعه الانتشار. يعني احنا اول ما بدانا، احنا بادئين من فتره صغيره جدا في التشطيبات، احنا شغالين في المقاولات والانشاءات بقالنا فتره كبيره، بس ما بدأنا في مرحلة التشطيبات والديكورات، المشاكل اللي قابلتنا اللي هي سرعة الانتشار. في ظل اللي احنا في الفترة الحالية دلوقتي في شركات تشطيبات وديكورات كتيرة منافسة لينا في السوق. جدا طبعا أكيد حضرتك عارفة الكلام ده كله. سرعة الانتشار دي هي اللي كانت عائق بالنسبة لنا، بس الحمد لله قدرنا نتغلب عليها، اللي احنا كوننا فريق كبير جدا على مستوى الجمهورية، بل بالعكس الوقت بنبدأ نفتح مقر في المملكة العربية السعودية إن شاء الله عن قريب، بادئين نجهز مقر هناك. فالمشكلة اللي واجهتنا بس هي سرعة الانتشار، والحمد لله حققنا نجاح كبير جدا في فترة صغيرة، يعني في فترة صغيرة يعني وفترة بسيطة جدا قدرنا ان احنا نوصل للسوق المصري كله، وقدرنا نوصل لكل المحافظات، وقدرنا نوصل لرضا العملاء. الحمد لله. الحمد اكيد لله ده طبعا. كميه الريفيوهات اللي موجوده على البيج عند حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني الحمد كتير. لله الحمد لله. طبعا من لما حضرتك اعلنا ان حضرتك جاي معانا، في ناس كتيره كلمتنا عايزين يعرفوا المراحل اللي بيمر بيها التشطيب، يعني يبداوا بايه الاول، وكلمنا بقى على المراحل. والله هو قبل المراحل اللي بنبدا فيها في التشطيب، انا المفروض الاول لما بيكلمنا عميل اللي انا بقعد مع العميل ده بدرس كل تفاصيل حياته، بدرس الكاركتر اللي هو عايش فيه في حياته، بنبدأ نعمل رسومات للشقة أو الوحدة اللي هو عايز يشطبها، بنعمل حاجة اسمها فرنيتشر بلان.
اللي احنا بنبدا نوزع قطع الاساس او الفرش كله بالمقاسات بالدايمنشنز، كل حاجه موجوده في الرسومات. وبنبدا بعد كده نختار ستايل معين نشتغل عليه، سواء كلاسيك او نيو كلاسيك او مودرن او سكاندينيف. وبنبدا بعد كده نقعد مع العميل اللي احنا نكلمه نقول له ايه الفرق ما بين الستايل ده والستايل ده، ونبدا نشوف الكاركتر بتاعه مثلا او المود بلات اللي هو هيمشي عليه. وبنبدا بعد كده يعني بالتناسق بنبدا نشتغل في مراحل التشطيب. يعني بنبدا نعمل مثلا ديزاين ونوري له الديزاين ونوري العميل الديزاين ده. ممكن يقول انا عايز اغير الديكور ده، لا عايز اغير مش عارف هنا كذا، لا عايز احط مرايه هنا. بنبدا نشرح له ايه الافضل وبنبدا في التنفيذ. المراحل اللي بنبدا بها طبعا في التشطيب اللي هي المراحل المعتاده، بنبدا بعمليه تاسيس، بعد كده سواء سباكه او سواء كهرباء. بنبدا بعد كده في مراحل المحاره، النقاشه، بعد كده المراحل الفينش الاخيره اللي هو الديكور، سواء هيعمل تجليد خشبيه. وكل ده بيختلف من عميل لعميل على حسب الكوست اللي هو عايزه. يعني انتوا العميل بتوري له الشقه بتاعته ايه اللي هيحصل لها والفينش بتاعه كله قبل ما تعمل اي حاجه؟ بوري له فيديو كامل للشقه قبل ما، وهي على الاحمر. يعني والشقه هي على الاحمر، سواء هي على الاحمر او على المحاره، بوري له فيديو كامل ليها بالفرنشر بلان بكل حاجه، بالزون اللي موجوده، بالالوان، اكنها خلصت بالظبط. وبتقدروا بقى من خلال الفيديو ده لو هو عجبه بتحققوا له كل اللي هو كل شافه؟ حاجه بتخلص يعني بنفس الصوره بنسبه 100%. يعني بنسبه 100% بنحقق له كل اللي موجود فيها. كتير مننا بيبصوا على شركات التشطيب والديكور ديت ان هي يعني لا ده بمصاريف زياده، طب ليه؟ طب ما انا هجيب واحد هيظبط لي الدنيا وخلاص. لكن للاسف الموضوع ده غلط. انا اجيب واحد فاهم متخصص في المجال ده احسن ما اجيب واحد واديله الشقه بتاعتي اللي هعيش فيها العمر كله. هو حضرتك السؤال ده دايما بينطرح علينا برضه لما بيجي يكلمنا عميل. دايما بوجه له رساله اللي هي عباره عن ايه؟ انا دلوقتي مثلا او احنا كشركه اما بنيجي نتعامل مع عميل بناخد نسبه اشراف وليكن 10%. يعني احنا مش عايز اتكلم عن الاسعار اللي احنا شغالين بيها، الاسعار في مصر طبعا. نسبه الاشراف اللي هي 10% دي من التكلفه الاجماليه للتشطيب. هو لو العميل بدا يشطب لوحده مثلا هيجيب الصنايعيه او هيجيب الفنيين، مش هيجيبهم بالاسعار اللي الشركه بتاعتنا هتجيبها. لا تمام. فانا ببدا اوفر له في بند اللي هو بند المصنعيه. الخامات احنا الحمد لله متعاقدين مع كل الشركات بكل اللي شغاله في كل الماتيريال على مستوى الجمهوريه. بقدر اعمل خصم للعميل من 10 ل 30%. فانا ببدا اوفر له ايه في الخامات. لو هو راح يشتريها لوحده مثلا هيشتريها بمبلغ، انا بدي له خصم من 10 مثلا ل 30% عشان احنا شركه، علشان احنا متعاقدين مع شركات. فده في الاخر يعني انا بقول للعميل في الاخر احنا اوفر ليك. تمام. يعني احنا اوفر ليك ده من حيث الكوست او من حيث التكلفه. من حيث الشغل طبعا لو ما فيش اشراف هندسي او ما فيش اشراف هندسي او فني على عمليه التشطيب عموما او الديكور عموما، هيحصل مشاكل بعد كده. اكيد. يعني هيحصل مشاكل بعد كده سواء في التاسيس او سواء عايز يغير حاجه، هيحصل مشاكل والتكلفه بعد كده هتزيد عليه هو. اكيد طبعا. كلمه شكر توجهها لمين في نهايه فقرتنا دي؟ والله بحب اشكر كل العملاء اللي احنا اتعاملنا معاهم. وبحب اشكر شريكي في بروفيشنال المهندس احمد عبد الوهاب والمهندس محمود. وبحب اشكر طبعا كل فريق العمل اللي ساعدنا على انتشار الفتره اللي فاتت دي وحقق نجاح كبير معانا. احنا الحمد لله معانا فريق كبير جدا على مستوى الجمهوريه، معانا مهندسين ومعانا مهندسات، في شغالين معانا في المكتب وفي شغالين فريلانسر من البيت. بحب اوجه لهم رساله شكر كلهم لانهم هم بدعمهم لينا هم سبب النجاح اللي احنا فيه دلوقتي الحمد لله. اشكرك يا باشمهندس وبتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق ان شاء الله. شكرا لحضرتك. وبكده وصلنا لنهايه فقرتنا. انتظرونا وفقره جديده من اسرار الحياه.